مين بحب هاي القهوة صبايا؟ أنا كتير بحبها. وهيك موديلها يعني حلو، بتصير للديكور صبايا، بتصير إذا حبيتوا تصوروا عليها الفطور مثلا. صار معي ما بعرف، حبقلكن لو تشوفوا شقد هيك زعلت وانقهرت على التعب اللي تعبته. هي اندومي آخر الليل. صباح الخير. هلا صبايا طلعت بدي أغير للولاد جو، قلنا ناخدهم نلعبهم بالحديقة لأني سعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. شوفوا لي على هالكيك صبايا، هذا شغل ريماس بنتي، شكله بشهي صح صبايا؟ متعلمة تعمل حلويات، صار عملت كيك تقريبا 3 مرات وكله عم ينجح معه. هلا هذا عملته فراولة. هاي قهوتنا لليوم، تفضلوا صبايا. اكيد ما بكمل يومنا بدون القهوة. تفضل روحي. سلم ايديكي. صحتين وهنا. صباح الخير. خلي لي البنوتات الحلوين. وهلا صبايا بدي احكي معكم بخصوص الفيديو اللي نشرت لكم اياه وقلت لكم بدي اسكر قناتي. هلا صبايا بخصوص القناة انا ما قلت بدي اسكرها، قلت عم بفكر اسكرها بخصوص التفاعل. قلت التفاعل انه فيها كتير ضعيف، انه عم بصور بتعب وهيك، والفيديوهات الصراحة يعني ما عم بتطلع عندي ابدا، يعني ما عم بشوف تفاعل فيها، عرفتوا؟ يعني هذا اللي حكيته انا بالفيديو. قلت انه انا كتير عم بتعب، قلت انه صار لي 6 شهور فيها مبلشة، يعني حاسة حالي عم بصور بتعب هيك، يعني صراحة على الفاضي. هلا انا يعني كمان ما راح اسمح لك تسكريها بعد هالتعب اللي عم تتعبيه وهيك. ان شاء الله الا ما نهار هيك تلاقي نتيجة، وان شاء الله بمشي حال القناة. ان شاء الله بس يا بدها رب. صبر، وانا ان شاء الله راح اضل ادعمك لبين ما ان شاء الله تنجحي. قلت لكم انا ايه انه احمد كتير عم يدعمني، وهو يعني الصراحة انا قلت له، وانا الصراحة عندي قناة لاولادي، يعني انا بدير التنتين وكتير عم بتعب فيهم. فاحمد قال لي انه كل هاد صار لك عم تتعبي فيها وهلا بدك تسكريها. قال لي باذن رب العالمين، بفضل هيك رب العالمين والمتابعين، يعني ان شاء الله بدك تنجحي، بس بدها صبر، بدها طولة بال. هيك يعني هذا الحكي اللي صار بيني وبينه. والله صبايا بدي أشرب قهوة وأطلع أجيب أغراض لازميني للبيت أنا وأحمد، وبس أرجع إن شاء الله بصور لكم مشترياتي. هلا صبايا بالنسبة للتعليقات اللي جتني كتير عم ينطلب مني إنه أعمل مقالب، وإنه أغير شوي بالمحتوى وأعمل مقلب بجوزي. انتو مع صبايا إنه أعمل هيك فيديوهات وأعمل مقالب ولا لأ؟ كتبولي بالتعليقات. ونفس الشي صبايا ماما طلبت مني انه كمان اغير شوي بالمحتوى، وقالت لي انه غيري، مو ضروري روتين ومشتريات وهيك، انه قالت لي غيري شوي اللهم صل على النبي بالمحتوى. وانتو صبايا ايش رايكم؟ هلا صبايا طلعت بدي اغير للاولاد جو، قلنا ناخدهم نلعبهم بالحديقه لاني كتير مخنوقين علي ومقلين، وهيك بنلعبهم شوي، بعد قلت بدي ارجعهم على البيت ونروح انا واحمد نكمل اغراضنا، لان كتير عندي نواقص بالبيت بدي اروح اكملها ان شاء الله. هلا اول شي بدي اخذ قهوة، نشرب قهوة وبعدين بنروح على الحديقة. تفضلي روحي. تسلم روحي. يا سلام على القهوة. مين بحب هاي القهوة صبايا؟ انا كتير بحبها. ايه مامي ماسة؟ شوفي ايه عمري؟ يا سلام، اشتريتي شيبس؟ ايه صح عمري. هلا رايحين على الحديقة. هلا هي الصبايا الحديقة قريبة من بيتي كتير، هاي بدي اروح عليها. هلا في حديقة بعيدة شوي، ما كتير يعني عن بيتي، بس انه احلى اكبر. الله اكبر كبير، الشبع لا اله الا الله، الشبع محمد رسول الله.
استنينا واحد لعمورة بالدير. صح روحي. أنا كتير بحبهم كمان. بشرب روحي قهوة كتير طيبة. لو تعرفوا صبايا بهذا المشوار صار معي مو طلعت الأولاد وهيك، فقلت بصورهم فيديو وبنزله على قناتهم. صورتهم الفيديو وطلع كتير حلو بس كتير تعبت فيه. المهم يا صبايا جيت على البيت قلت بالليل هيك انا خلصت كل شغلاتي بدي انه اللهم صل على النبي امنتج الفيديو مشان انزل لهم اياه. طلعت على الفيديو صبايا بالمحفوظ بس 3 دقايق منه. ليش هيك صار معي ما بعرف. حابة اقلكن لو تشوفوا شقد هيك زعلت وانقهرت على التعب اللي تعبته. تقريبا ضلينا 4 ساعات انا واحمد عم نصورن وبعدها بتفاجأ انه رايح الفيديو كله. رجعنا على البيت بدي افتح معكم مشترياتي. هلا اخذت هاي البطاطا من ماركة بيزين، هي سعرها صبايا 200 عليها عرض 150. صح احمد؟ هي كيلوين ونص. اي جبنا كيسين بس في كيس فتحتوه. اي صح. وجبت فروج كمان من ماركة بيزين صبايا كمان عليه عرض. اعطيني الفروج احمد. كمان هذا صبايا عليه عرض. هلا الصراحة أنا بنسى الأسعار. أحمد بتذكر أكتر. أنا مشكلتي بالرياضيات إنه طاول صفر. أعطيني روحي. إيه بسكويت عمورة هات أفرجيهم يا أول. هلا صبايا هذا البسكوت عم بجيب له يا لعمورة وكتير ناسبه. كمان هذا كتير كويس للأولاد، هو فيتامين ويعني كتير منيح للأولاد وبغذيهم. هاي البسكوت كمان جبته. هلا في شي صبايا عليه عروض في شي لا، يعني مو انه مشترياتي كلها عليها عروض. جبت لهم هذا الشيبس للبنات وهذا صبايا كمان كتير عم يحبوه الاولاد. هلا هذا صبايا كورن فليكس بالعسل كتير الاولاد عم يحبوه. اعطيني روحي الدبس. هاي البندورة ايوه. وهاي صبايا عليها عرض كمان. هلا احمد هاي من وين؟ من اي ماركت جبناها؟ هاي من هكمر. من هكمر لأن المشتريات ما كلها من بيزين صبايا. البيض روحي. هاي إذا بدها تطبخي يعني المية بندورة. هي هاي للطبخة صبايا. هاي بستعملها للبامي أنا، الفاصولية مثلا بلحمة وهيك. البيض روحي من وين؟ من الهكمر. كمان عليه عرض صبايا البيض 100. أعطيني روحي. وهذا الطون الماجي. انت ذكرني احمد من وين؟ الماجي بكل الماركات في نفسها. التون من بيزيم هذا تذكرته. السردين من سوري من سوري. تمام. ضل شي ثاني نشا. النشا صبايا هذا انا بستعمله. هاي الماركة كتير كويسة تعجبني يعني. وهذا العصير صبايا كمان من اللهم صل على النبي من ماركة بيزيم. كمان هذا عم بحبوه الولاد. اي هلا دايما انا بقلن انه بشتري انا الشغلات اللي بحبوها اولادي، ما بجيب انه شي ما بيحبوه. كمان هلا نحن بندوق كذا ماركة، الماركة الطيبة بنشتريها. صح. انا وقت بدي اشتري بفتح صبايا وبدوق انا واحمد انا هو اطيب شي بجيب لهم اياه. هلا هذا طيب الكرز، معجون الاسنان، روحي الشامبو، هدول كلهم. هذا صبايا دوت جلاي اللي انا بستخدمه. هذا كتير كويس صبايا، واهم شي ما بيقحوط البلور. فهمتوا علي؟ في دواء جلاي صبايا عندك الفيري البيكو. صح. خرب لي البلور هذاك. بيقحوطوا. اي بيقحوطوا وهذا الشامبو صبايا كمان هذا عليه عرض من جراتيس. اي وهذا الشامبو الجسم ضل شي. وهذا الشامبو كمان نفس الماركة ومعجون اسنان ضل شي. روحي فرامة. في هاي اللي بدك تشتريها مشتية عليها اي كنت. هاي صبايا اشتريتها ما عاد يبين ثواني. هلا هاي الفرامة صبايا كنت مشتريتها وهيك موديلها يعني حلو. بتصير للديكور صبايا، بتصير اذا حبيتوا تصوروا عليها الفطور مثلا، بتصير فرامة يعني هاللي هو.
والله انا كتير حبيتها، كتير موديلها حلو. وهدول صبايا كمان جبتهم. هلا هدول بصيروا شايفين هنا كتار، فيها 12 وحدة صبايا، وشوفوا شلون شايفينها. بتصير فينا نمسح فيهم غبرة، وفينا نمدهم تحت اللهم صل على النبي. هلا انا بثبت عندي جلاي ما بيطلع عندي جلي كتير، فيني احطهم تحت الجلي اللي بيطلع عندي، فهمتوا علي؟ مثل الكاسات، فناجين قهوة، الشغلات اللي إلها ذهبي يعني. ايه جبتهم والله كتير حبيتهم هدول. وهدول مساحات اللي بمسح فيهم المجلة والغاز. هلا هدول فتحت وحدة صبايا في معهم لون فضي كمان وابيض، بس كتير هاي النوعية كويسة صبايا، جربوهم وكتير بيمتصوا المي. جبت هاي صبايا كمان الشوكولا لماسة. هاي شوي عم بحبها عمورة، بس ما يعني عشان بدي اقلكم ما بدي اعودوا عليها، لاني عندي ماسة من وقت ما تعودت على الشوكولا ما عادت اكلت اكل ابدا. هاي الجبنة من ماركة البيم. وهاي زبدة الفستق صبايا لعمورة. وهاي اللهم صل على النبي قشطة كمان، هاي من البيم صبايا القشطة. وهي صورت لكم صبايا كل مشترياتي، ان شاء الله تكونوا هيك عم تستفادوا منهم. انا حبيت هاي اكتر شي. قلت لكم هي فيني استعملها فرامة، فيني استعملها لوجبة الفطور لهيك يعني، وشكلها حلو. وفيني استعملها هيك اصمدها يعني على المجلة كديكور يعني، فهمتوا علي؟ وهلا صبايا بعد ما خلصت شغلاتي انا وريماس، بعد ما ناموا الاولاد طبعا من غير شر، سويت ريماس اندومي. تفضلوا صبايا، اشتهيتكم كلكم وقلت انهي معكم الفيديو بهالاجواء الحلوة. تفضلوا صبايا، اشتهيتكم كلكم. هي اندومي اخر الليل. عطيه ماما صحنه لمحمد. خدي ماما صحنك انتي. هلا انا صبايا باكل الاندومي بحبها بليمون اكتر. انا الاندومي اذا ما لها ليمون ما باكلها، ما بحبها. ايه سخنة. تفضلوا، اشتهيتكم كلكم. لهون صبايا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا وتسليتوا معنا لليوم واستفدتوا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد انا بنزله. بحبكم كتير كتير صبايا، بامان الله صبايا.